أنا معايا قصيدة يعني بعض الورق كده لما كنت أكتب درافت قصيدة زمان، لقيتها هنا المكتب، فبتقول: أنا جوزي مات. القصيدة دي اسمها أنا جوزي مات. الست اللي هي مش عايز أقول مش أصيلة، والراجل اللي تعب مراته. عشان كده كل واحد يحاول يحسن عشان لما بعد عمر طويل يلاقي حد يصرخ عليه. القصيدة دي اسمها أنا جوزي مات. هي واخدة مشاهدات كتير واتقالت في قنوات عديدة، لكن والله أنا يسعدني ألقيها على مسامع حضراتكم في البث المباشر. أنا جوزي مات، أنا جوزي مات، وارتحت خلاص أنا من شكله وزعيقه ونهيجه ومشاكله، وفضيت للجيم وللنادي، والجو كتير بقى كده هادي، وفضيت للنت وفيسبوكي والواتس وإيمو وللشات. أهو غار مات موتة طبيعية راح بالساهل، أهو مات موتة طبيعية، أهو غار ومات موتة طبيعية راح بالساهل، ولا في الشبهات بتحوم بيا ما هو يستاهل. ايه خدنا منها الرجالة غير وصف الكلمة، غير وصف الأرمل هجالة، بصرف في معاشه على كيفي، ومعايا الفيزا على راحتي تمام في مصاريفي، ودي أكبر ميزة. باع ذهبي ولا سبل الدبلة، ويجيب لي متحجة وسبلة، كان كيفه مزاجه وسجايره واخد الميزانية وفلوسات. جوزي مات وزدت النص أنا من بعده، كان حارق دمي يا ناس قعده، رايح جاي متقهوة وشاي وفحمة وشيشة وحط الفيشة، وزميلتك دي اتصلت ليه وحماتي ليه عندك جات. يشخط يتأمر مشو متحمر، ويقارن نانسي برشقتي عالتخن بتاعي بيتنمر، ويبرطم بوزه بغلسته ويلقح يحدف كلمات. أنا جوزي مات وارتحت بجد، يا محيلي معاه من الهم تهد، في دخول وطلوع كان بيكشر، ولا عمر الهدمة في يوم نشر، وقعد يا دوب في البلكونة بفانيلا وبوكسر بيبص يا أخوي على الستات، وقعد يا دوب في البلكونة بفانيلا وبوكسر بيبص يا أخوي على الستات. جوزي مات، وفعلا إيه يعني ده الكون من الفرحة ما بيسعني، وبقيت أنا عايقة وبقيت أنا عايقة وفايقة ورايقة، والمركب بيتنا أنا سايقة، كان دايما مستنجد أكلي، ولا عجبه زاري ولا شكلي، يا ما عشت معاه أنا على المرة، كان ناوي قال هيجيب ضرة، كان فقر ونكر وكان جرة وعامل لي فيها المتفلسف على هم بيصحى وبيبات. جوزي مات وغار 60 داهية، ايه من الفرحة لبست هدوم زاهية، وبقيت في البيت أمرة وناهية، كان عامل واد 7 برمبة، ولا شال بطيخة ولا كرمبة، يحكي ب100 كدبة و100 فشرة، إن جبت الفيلم يجيب نشرة. أهو غار وسابني كده براحتي أسمع في برامجي وحكايات. عايش أو مات مش فارقة حاجات، كان دايما يحلف ويأكد ده حياتكم بعدها تتنكد. بالعكس البيت أصبح راحة، البيت أصبح راحة بهدوء الواحة الفواحة. ده كلام لا مودي، ده كلام لا مودي ولوش جايب، مش فارقة الحاضر من الغايب، الميت ميت على نفسه راح وبقيت في براح، وكأني ما حدش يوم سافر ولا قطر الحزن في يوم فات، يا شافت عينك ألفات. جوزي مات وبقيت بنصيبي أنا راضية، من الليل للصبح ناس فاضية، ألبس على الموضة وأتزوج، وأزور في معارض وأتسوق، ويوميتي أنزل وأتفسح مع داليا وسوسن وزناد. جوزي مات مع 1000 غارة وسلامات، مع 1000 غارة وسلامات.
القصيدة دي يا حضرات هي بتناقش موضوع واحدة ست قد تكون مش أصيلة أو قد يكون جوزها نشف ريقة. أنا عامل قصيدة أخرى اسمها الست الأصيلة، مؤلمة مبكية دكاية، لأني بتكلم عن الرجل الكويس اللي ترك أولاده وحبيبته وزوجته، يعني أسرته، وهي ست أصيلة أصلا. فقصيدة مبكية، وأنا يعني مش عايز أقول حاجة تزعل حضراتكم أو تغير مود حضراتكم. والله أنا بفتش كده لقيتها جنبي والله. ففيها عبر، كل واحد يحسن عشان يلاقي له يلاقي له حد يبكي عليه بعد ما يموت، لأنه عمايلنا احنا كرجالة بتظهر تظهر يوم تشييع الجنازة. تشوف أنت جنازة حضرتك تلاقيها حابكة بالمعنى البلدي، يعني تصرخ يا شباب ومش عارف ايه وزعلانة وفي واحدة تانية تصرخ بس مش بضمير عشان كانت عارفة زي الست بتاعت القصيدة دي. احنا يعني ربنا عاد يطول في عمرنا وعمركم بالصحة والستر، ويكفينا ويكفيكم شر خاتمة السوء. واللي هيموت هيموت على نفسه، قالت القصيدة هنا يعني ميت ميت على نفسه والله.